الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله كما وعدناكم أن نشرع ببيان عملي للصلاة حتى يتعلم أبناؤنا وبناتنا الصلاة الصحيحة إن شاء الله رب العالمين. والكل يعلم مقام الصلاة ومكانتها في الإسلام. الصلاة عندما أبدأ فيها يجب أن أكون طاهر البدن، طاهر الثوب، طاهر المكان، مستقبلا القبلة. أنا استقبلت القبلة وسترت العورة. ما معنى ستر العورة؟ أن المرأة جسدها كله حتى ظهور قدميها، لأن بعض من الأخوات تصلي وعندما تركع يظهر يعني من الأولى ومن الأحوط أن يعني تستر أو يكون مستور ظاهر القدمين. أيضا أبناؤنا من الشباب أحيانا للأسف الشديد ينسون قضية أنهم يلبسون يعني قميص قصير سبحان الله، وللأسف يعني عندهم كراهية عزكم الله الملابس الداخلية، فإذا ركع أو سجد ظهر نصف ظهره. هذا لا يجوز، يجب أن يستر الإنسان نفسه. أيضا الذين يصلون في سراويل ضيقة، البنطلون الضيق سبحان الله يجب لا يجوز، لازم أن يكون فضفاض واسع حتى تشعر بالراحة. فإذا وقفت إلى الصلاة هكذا واستقبلت القبلة يجب أن أوسع بين قدمي باتساع الكتفين، أوسع من دليل فقه الرجل أن يوسع بين قدميه، أما المرأة فتضم بين قدميها. تمام. الصلاة بعد أن تستقبل القبلة تكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم النية محلها القلب، لا تتلفظ بالنية. ثم أكبر تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام أن أضم الأصابع يعني كف اليدين يكون متجها إلى القبلة، ثم سبحان الله الإبهام بعيد عن الأصابع الأربعة. الله أكبر الله أكبر، ولا بد من توضيح الكاف، لأن كثيرا منا يقول الله أكبر الله، إلا إذا كان هذه لهجته أو يعني لا يستطيع أن ينطقها إذا كان أعجمي غير عربي. أما العربي الذي ينطق العربية من الواجب أن الله أكبر، الله يلمس بإبهاميه حافة الأذنين، الله أكبر. ثم يضع يديه هكذا تحت صدره وفوق سرته، لا هي عند السرة ولا هي فوق الصدر. في ناس تصلي هكذا، هذا فهم مقمحون. مقمح يعني مقيد، لا، من الواجب أن أضع يدي تحت صدري وفوق سرتي، اليسرى من أسفل اليمنى من أعلى، السبابة موجودة سبحان الله هكذا على الساعد، يعني عند الساعة كده اللي نلبسها سبحان الله، والأصابع الثلاثة تتحلق حول ساعد يدي، والإبهام من الناحية الأخرى هكذا. الله أكبر. ثم أشرع في دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك وتقدست أسماؤك أو وتبارك اسمك ولا إله إلا أنت. يعني في صيغ كثيرة لدعاء الاستفتاح، الثناء على الله عز وجل. ثم أشرع في الاستعاذة سرا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرا، لا أتلفظ بها. أما التلفظ في إظهار البسملة، وإظهار البسملة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يظهرها أحيانا ويخفيها أحيانا، لكن ينطقها. بعض من الأئمة أو بعض من الذين نصلي خلفهم أحيانا يعني مش يسر بالفاتحة بالبسملة، لا يذكرها، وهذه كارثة كبرى. هذه مشكلة كبيرة. لابد من قراءة البسملة، لابد سواء جهرا أو سرا. يعني بسم الله الرحمن الرحيم لابد سبحان الله. بعد أن أبدأ بالبسملة أشرع في قراءة السورة، يعني التكملة، الحمد لله رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها آية آية واضحة، آية الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم. وكان لا يغمض عينيه صلى الله عليه وسلم، ولكن ينظر إلى موضع سجوده، ينظر ويعني يراقب، أو الإنسان أثناء هذا يعلم أنه يقف بين يدي الله. يعني ولله المثل الأعلى إذا وقفت أمام عظيم أو حاكم أو أقف يعني في حالة من الأدب، فما بالنا وأنا واقف بين يدي الله بين خوف ورجاء. خوف ألا تقبل ورجاء ألا تقبل، سنغلب جانب الرجاء أن تقبل بإذن الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى ولا الضالين. أقول آمين، ويقولها المأموم خلفي، أو الإمام يقول والمأمومين أيضا ينطقوا كلمة آمين آمين خلف الإمام بوضوح. ثم أسكت سكتة لطيفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت سكتة لطيفة ما بين ولا الضالين آمين بعد آمين وبداية قراءة السورة. ثم نبدأ يشرع الإنسان في قراءة ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى. وطبعا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قرة عينه في الصلاة، فكان ربما يقرأ في صلاة الصبح من 60 إلى 100 آية، ويعني لم يحدد سور معينة في صلوات معينة. بعد أن أنتهي من قراءة السورة أبدأ في يعني أنتظر لحظة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر بعد القراءة حتى يتراد نفسه، يعني ثم يكبر. كان يرفع يديه الله أكبر ثم يشرع في الركوع. يعني بعد ما قرأت السورة، قرأت الآيات اللي هي بعد الفاتحة، ثم أشرع في الركوع الله أكبر. كان إذا ركع صلى الله عليه وسلم استوى ظهره، حتى إن وضع أحد الناس إناء مليئا بالماء فوق ظهره الشريف لاستقر هكذا زاوية 90 درجة. أصابعي الثلاثة اليمنى يمين الركبة، الثلاثة الأخر في اليسرى يعني يسار الركبة، ثم السبابة إلى أسفل هكذا سبحان الله، ثم الإبهامين في الناحية الأخرى هكذا. أقبض على على ركبتي الله أكبر. لا أرفع رأسي ولا أطأطئها أخفضها، لا، وإنما تستوي الرأس، وأنظر إلى أطراف أقدامي، أنظر إلى أطراف. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. كان الصحابة يعدون للرسول 10 تسبيحات، ثم أرفع سمع الله لمن حمده، أقول ربنا ولك الحمد، أو ربي ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. لكن ما فيش اللهم وربنا لك الحمد. الثلاثة هذه ربنا لك الحمد، ربي ولك الحمد، ربنا اللهم ربنا ولك الحمد. خلاص سبحان الله. في طبعا صيغ أخرى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه كلها كان يصنعها النبي صلى الله عليه وسلم وليست من الأركان. ثم بعد هذا القيام أهوي ساجدا دون أن أرفع يدي، أهوي الله أكبر. ينزل الإنسان على ركبتيه ثم يضع يديه. هنا الأصابع في السجود تكون مضمومة متجهة نحو القبلة، والإبهام لوحده هكذا الله. يعني وضعت ركبتي الأول أهو مرة أخرى، ما فيش رفع لليدين في الهوية السجود. الله أكبر، ركبتين وبعدين اليدين تجاه القبلة، مضمومة الأصابع هكذا، وأطراف أصابع رجلي أيضا إلى القبلة، أطراف الأصابع أيضا إلى القبلة. ثم الله أكبر، وأضع وجهي على الأرض، الجبهة مع الأنف، لابد من الجبهة والأنف في مستوى على الأرض. يعني لا أزرع جبهتي هكذا وأرفع أنفي، لا، لابد أن الأنف مع الجبهة، ثم الرأس متقدمة أو موضوعة بين اليدين، يعني هكذا الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. فإذا جلست افترشت قدمي اليسرى ونصبت قدمي اليمنى وجلست على القدم اليسرى، أو هكذا
اضع القدم اليسرى وقد فرشتها بهذا المنطق تحت الساق الايمن، وجلست على المقعدة، ودي تفضل في التشهد الاخير. لكن اذا جاز ان تصنع هذا، او في واحد متعب، عنده نقرس، عنده مرض، عنده روماتويد، عنده روماتيزم، عنده الام معينه ولا يستطيع ان يجلس هكذا، فليجلس على راحته. لكن احنا بنتكلم على صحيح البدن، ربنا يسلم ابداننا جميعا، يعني صحيح البدن، سليم البدن والعظام وبدون الام، عشان تصلي مستريحا. فتجلس هكذا على القدم اليسرى مفترشة، وتنصب القدم اليمنى وتضع يديك على ركبتيك. كان صلى الله عليه وسلم يضع يديه على فخذيه واصابعه على سبحان الله ركبتيه هكذا، فالله اكبر، ثم يسجد السجدة الثانية، سبحان ربي الاعلى ثلاثا، ثم الله اكبر. يقف الانسان سواء انه كانما يعجن في صلاته، او يقف على وهو يعني وضع يديه هكذا، او يقف سبحان الله عادة عامة. الله اكبر. هذه الركعة الثانية، نفس القضية أعمل فيها ما صنعت. فإذا انتهيت من الركعة الثانية جلست للتشهد، هكذا أجلس: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يجوز أن أضع الخنصر والبنصر هكذا، وأحلق ما بين السبابة والإبهام هكذا، والإصبع السبابة إما أن يكون مستقيما أو منحنيا قليلا، أو متحركا، أو ثابتا، أو يرفع في الإثبات: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هكذا. سبحان الله. بعد أن ينتهي من التشهد الأول، إذا كان صلاة الصبح، أكمل التشهد: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا بنهاية ثم يجوز أن تدعو، تستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات وفتنة القبر وفتنة المسيح الدجال. فإذا انتهيت هكذا صلاة الصبح، أو في الرباعية بعد أن انتهيت الركعة الرابعة، نسلم هكذا. في ناس تعمل كده: السلام، لا مفيش الحركة دي، لا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هكذا. يعني الإنسان عندما يسلم: أنا أنهيت التشهد، دعيت دعاء: اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربنا صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ثم السلام عليكم ورحمة الله، واظهرها: السلام عليكم ورحمة الله. أرجو من المأمومين إذا سلم الإمام ينتظر حتى ينتهي الإمام من التسليم. أما مجرد أن الإمام يقول السلام عليكم كل مأموم خلص التسليم، لا، انتظر واتبع الإمام تأخر عنه قليلا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هكذا انتهت الصلاة. ثم تستغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت هذا الجلال والإكرام. مثلا تبدأ بعد ذلك في قضية يعني تقرأ أو تتلو آية الكرسي، وتسبح 33، تحمد 33، وتكبر 33، وتختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم تدعو ما شئت إذا أردت. هكذا تتم الصلاة بشرح مبسط دون الدخول في تفاصيل ما بين العلماء والفقهاء. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أهم شيء في الصلاة هو الخشوع والتفكر في الآيات. ليس لابن آدم من صلاة إلا ما وعى منها أو إلا ما عقل منها. أما سبحان الله، الرسول يقول الرجل: صل فإنك لم تصلي، لأنه صلى بسرعة 3 مرات. فإذا الإنسان يصلي يقرأ ويرتل، يركع ويطمئن، يرفع ويطمئن، يسجد ويطمئن، ويفعل ذلك في صلاته كلها كما قال له صلى الله عليه وسلم: افعل ذلك في صلاتك كل صلاة لابد من الاطمئنان
الركوع بخشوع، السجود، سبحان بهذا المنطق نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أول ما يسأل العبد يوم القيامة يسأل عن صلاته، فإن وجدت كاملة قبلت وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وبارك الله فيكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.